الجزء الاول من شرح الصعيد اتكلمنا عن بعض محافظات وجه قبلي، وفاضل 3 هنتكلم عليهم الحلقه دي. وكعاده اي حلقه لازم نلاقي شويه محنكين قالوا لي ايه العهر الجغرافي ده يا جدع انت؟ الفيوم فلاحين وبني سويف مش صعايده. صحح معلوماتك قبل ما تفتح خشمك يا بلدينا. بص يا معلم، لازم تفهم حاجة كويس جدا. بالنسبة للقهروية أي منطقة تحت الجيزة بنعتبرها صعيدة، وأي منطقة شمال القاهرة بنعتبرهم فلاحين. هي دماغنا العطلانة متركبة كده، فأسطر يا دولي. المهم يلا بينا نكمل باقي الصعيد ونضرب الحكمة الجميلة آخر الحلقة. ومعاكم محمود عشري من 5 في عينك، ويلا نخش على محافظة قنا، ملوك مزارع قصب السكر. انت منين يا قال؟ ايوه انا من الصعيد. بتزرعوا قصب؟ يا لهوي ده انا ببص القصب كل يوم. مكان محافظة قنا على الخريطة أغرب مكان ممكن تشوفه. محافظة قنا تقع على مؤخرة نهر النيل، مش آخر نهر النيل، لأ مؤخرة نهر النيل. يعني لو تخيلنا نهر النيل ده إنسان، الدلتا هتكون صدر النيل، والجزء ده هيكون بيمثل مؤخرة نهر النيل وهي مفنسة. عارف انت الرسائل اللي كانت بتوصل لك وبتقول انزل البلد يا محمد، عمك لقى تمثال محتاج حد يصرفه؟ الرسائل دي جاية من قنا 100%. أي حتة آثار متهربة هتلاقيها جاية من قنا أو من الأقصر. لقيت حتة آثار، لكن أهو صدقوني حتة آثار، لأن المحافظة مدفون تحتيها كمية آثار مش طبيعية. حتى وادي الملوك اللي هو أعظم ما خلفه الفراعنة موجود في آخر قنا وعلى أول الأقصر، بس هو تبع الأقصر فهنتكلم عليه بعدين. خلينا دلوقتي نتكلم عن الوادي الخاص بقنا، وادي القرود. هو في حاجة اسمها وادي القرود في قنا. انت طبعا متخيل انه اتسمى بوادي القرود عشان مثلا كينج كونج كان اصله قناوي، بس الحقيقة هو اتسمى بالاسم ده بسبب النقوش اللي موجودة على الجدران، نقوش لكذا نوع من القرود، خاصة نوع البابون. سمع في صياح كده جاي من بعيد، سمعوا؟ ده صياح الولد الملحد اللي هيقول لك يا دين الطبيعة. اهو يا رجالة دليل قاطع على ان جدي الاكبر كان قرد ومؤخرته حمراء. محافظة قنا بتضم اعظم مراكز الجمهورية، وهم مركز ابو تشت، مركز قوس، مركز فرشوط، ومركز دشنة. محافظة قنا يكفيها فخرا ان خرج منها واحد من اعظم القراء، القارئ عبد الباسط عبد الصمد، بس يعني للاسف في نفس الوقت خرج منها مصطفى بكري. المحافظة اللي بعدها هي محافظة الاقصر، بس الاول همتكم معايا يا رجاله، فاضل حبة على 100,000. اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك، وربنا يكرمك بمخدة ساقعة تنام عليها طول العمر. الاقصر زي ما الكل عارف بلدنا بلد سواح فيها الاجانب بتتمرجح. الاقصر ممكن تقول عليها مادة خام ومنجم الماظ لحاجتين. الحاجة الأولى هي علماء الآثار، خاصة علم المصريات. كل من هب ودب وأي حد درس ب3 تعريفة في بلاد بره وعايز يثبت نفسه وينسب اكتشاف أثري لاسمه، بيحمل شنطة سفره وباسبوره وفريق عمله وبلاص جبنة قديمة، ويروح ياخد له شقة إيجار جديد في الأقصر ويحرجم على أي مقبرة فرعونية. الحاجة التانية هي حرامية القبور، لحد ما تم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، أول مقبرة ملكية ما اتسرقش منها أي حاجة. بسم الله ما شاء الله، يعني كل القبور الملكية اللي قبله اتشفطت واتشلفطت واتشطفت، بس الشهادة لله حرامية فيهم شوية نخوة وضمير. على الأقل كانوا بيقلبوا الذهب والأثريات بس، ويسيبوا لنا الموميا تتحط في المتحف نتفشخر بيها، مع إن كان ممكن ياخدوا الموميا يبيعوها في سوق الجمعة عادي. الأقصر كانت أشهر عاصمة في تاريخ مصر القديمة، وكانت اسمها طيبة، وبرغم ده الأقصر نفسها ما كانتش محافظة أصلا لحد 2009. وبعد 2009 مش بس بقت محافظة، دي نسبت لنفسها أهم معالم كانت منسوبة لمحافظة قنا. يعني زي ما حرامية القبور بيقلبوا آثار الأقصر نفسها قلبت كل مكان عنده قيمة سياحية كانت تبع محافظة قنا، زي مثلا وادي الملوك اللي حرفيا واقف على خط التقسيم الإداري بين قنا والأقصر. خدوا منهم وادي الملوك وسابوا لهم وادي القرود. وادي الملوك يا أخي اسم المكان نفسه ليه هيبة كده، وادي الملوك من اعظم ما خلفوا الفراعنه. يعني لو ربنا كرمك بقرشين وعايز تفرتكهم في رحله سياحيه ومعماريه فعليك وعلى الاقصر. هو انت لو جاي من القاهره ومعكش فلوس طيران داخلي عشان بتكمل عشاك نوم ومضطر تركب قطر للاقصر، هيوصل في 49 ساعه بعد ما يتعطل 8 مرات ويتاخر عن ميعاده 12 يوم. بس صدقني الاقصر تستاهل توصل لها مهما تعافر في طريقك، عشان بعد ما تخلص رحلتك لوادي الملوك هتروح لمعبد الاقصر وتشوف تمثال جده رمسيس الثاني.
رمسيس الثاني ده ليه في كل خرابة تمثال، كان سايب حكم دولة مصر ومشاكلها وفيضان نيلها ومقضيها تماثيل وشخبطة على الحيطان طول فترة حكمه. في الأقصر هتلاقي معابد الكرنك وأعمدة معبد الكرنك وبهو أعمدة معبد الكرنك، معبد حتشبسوت أو معبد الدير البحري، معبد منتحتب، معبد تحتمس الثالث، معبد دير المدينة، معبد رمسيس الثالث. أنا زهقت يا رجالة. بصوا هتلاقوا معابد كتير فشخ في الأقصر، وزي ما في وادي الملوك هتلاقي برضو وادي الملكات ووادي النبلاء، إنما مش هتلاقي وادي لعمالك الطيابة فلاحينك الغلابة، دول كانوا بيترموا في أي داهية يعني كالعادة في مجتمعنا المصري الطبقي البرجوازي. ورغم إن الأقصر مدينة سياحية من الدرجة الأولى وعايش فيها أجانب كتير، إلا إن الأقصر لسه محافظة على عاداتها وعرفها الصعيدي. هتلاقي في الأقصر منطقة الضبعية، منطقة البغدادي، نجع أبو طربوش، نجع الخضروات، عزبة أبو حبشي، قرية الحلة، وقرية النمسا. آخر محافظة في الصعيد هي أسوان. لما تسمع محافظة أسوان بتفتكر 3 حاجات: أولا بكار ورشيدة المعزة، ثانيا محمد منير، ثالثا إن فيهم ناس اسمهم نوبيين بيتكلموا لغة غريبة محدش بيفهم منها حاجة. ويعني إحساس غريب شوية لما تلاقي ناس من بلدك معاهم نفس الجنسية ويكونوا بيتكلموا لغة قدامك تحسسك إنك بيتقري عليك طلاسم. وبرغم الإحساس ده إلا إن أهل أسوان بالذات بترتاح لهم أول ما تشوفهم، وشهم مكتوب عليه أنت أخويا يلا، أنت جدع أوي يلا، أنت رجولة يلا، أنت طيب فشخ يلا. النوبة بحد ذاتها مش مقتصرة على جزء أسوان، النوبة كانت بتمتد من جنوب أسوان لحد التقاء النيل الأزرق والأبيض في السودان. بلاد النوبة كانوا بلاد مع نفسهم وعاملين حضارة كده على جنب، لحد ما تحتمس الأول سنة 1500 قبل الميلاد راح دشمل أمها وخدها في عبه. يا أخي حتى الفراعنة كانوا بالعين حباية زرقاء وبيغزوا بلاد، مش زي ما العيال الكميتة ما بيحاولوا يقنعونا يعني. المهم النوبة بعد ما دخلت الدوري المصري الممتاز جت مملكة كوش غزت مصر سنة 727 من خلال النوبة. مملكة كوش اترشمت هي كمان من مملكة أكسوم، وبعد حروب كتير وإمبراطوريات كتير والنوبة عمالة تتحدف يمين وشمال اتقسمت نصين: نص مصري اللي كان تحت حكم العثمانيين، ونص جنوبي لمملكة صنار مش عارف صنار تقريبا. جت النوبة اتحدت مرة تانية على ايد محمد علي الكبير لحد ما اتقسمت للمرة الأخيرة بين مصر والسودان. عشان كده بتسمع كل فترة واحد سوداني بيقول النوبة والنوبيين سودانية، ويرد عليه واحد مصري يقول له يا اسطى السودان نفسها أصلا مصرية، والحكاية الحمضانة اللي انتوا عارفينها دي. محافظة أسوان هي ميكس ما بين الطبيعة والحضارة، تقريبا المحافظة الوحيدة اللي عملت الدويتوم ده. بص مثلا على الجزيرة دي كده، دي جزيرة فيلة، جمال وعظمة في نفس الوقت. هتلاقي هناك محمية سالوجة وغزال وجزيرة النباتات، هتلاقي بحيرة ناصر سادس أكبر بحيرة صناعية في العالم، معبد أبو سمبل اللي هتلاقي فيه 3 تماثيل سجمة وشهم بيتفتف قورة، وتمثال في النص وشه متداس عليه من عوامل التعرية. هتلاقي برضو يعني معبد إدفو اللي من صغري وأنا بتخيل اسمه كده وعليه عظمة على عظمة يا فرنعة يلعن أبو لارك دي تريامف. هتلاقي في أسوان قرية فطيرة، قرية الكلح، قرية المحاميد، وادي كركر، قرية الدكة، وقرية مصمص. يا اخي بعد ما عملت حلقة عن وجه بحري وحلقتين عن وجه قبلي اتضايقت، والله ما خبيش عليك اتضايقت. اكتشفت انهم وجهين لقوة عظمى من ناحية الموارد البشرية، يعني وجه بحري عبارة عن مخ ووجه قبلي عبارة عن عضلات، حاجتين يكملوا بعض يزقوا اي دولة في العالم لقدام. تخيل عندك وجه كامل عبارة عن عباقرة في مختلف المجالات، ووجه كامل عبارة عن وحوش بشرية يهدوا اتخنها جبل بخربوش شاي وسجارة كليوباترا. وجه بحري اللي رغم سوء المنظمات التعليمية في محافظات الشمال ومع ذلك بيخرج فلتات في كل زمن. ووجه قبلي اللي مش بس بنوا مصر، دول كانوا من الناس اللي بنوا دول عربية تانية بايديهم. الصين بقت قوة عظمى ومن اكبر 5 اقتصادات في العالم عشان اعتمدت على الموارد البشرية قبل اي شيء تاني. واحنا في مصر قاعدين نقول ها مرة واحد صعيدي، ها مرة جماعة فلاحين، ها يا عم سيبك من الموارد البشرية. انا عايز افهم حاجة دلوقتي، هو ليه السياح لما بيجوا مصر زيارتهم بتكون يعني 4-5 ايام يشوفوا الاهرامات والمتحف المصري او يروحوا البحر
البحر الاحمر، ولو صايع قوي يعني يطلع على الاقصر واسوان. للسياحه مقتصره على 4-5 محافظات من وسط 27 محافظه. يعني الحاجات اللي ذكرتها في المنيا واسيوط وسوهاج وقنا واسوان دول انا نفسي ما كنتش اعرف معظمهم، مع اني اتكلمت بشكل مختصر وما ذكرتش كل حاجه. يا جدع ده في ناس من المحافظات دي نفسهم قالوا لي في التعليقات اول مره نسمع عن الاماكن دي. يعني انت محتاج ايه؟ بربع جنيه تنظيم، ب3 جنيه ترميم، ب7 جنيه ترويج، وزيع يا ابو عمو. يا عم على الاقل ابدا بسياح مصريين الاول حتى واطمع في الاجانب بعدين. يعني انا عمري في حياتي ما جه في دماغي انزل لقنا ولا اسيوط ولا المنيا عشان ما كنتش اعرف اي حاجه عنهم، رغم انهم متخرتقين كنوز سياحيه. يلا يا راجل بلا كدب بقى بوشك، ده كداب كدب الابل.